فيلم اكس مراتي نزل في السينما اول امبارح، وانا النهارده جاي علشان اناقشه معاكم بحريه حرق كامله. هتكلم في تفاصيل عجبتني وتفاصيل ما عجبتنيش، وهتكلم في حاجات كتير قوي. لو انت لسه ما شفتش فيلم، انا عامل فعليا حلقه بتكلم فيها من غير حرق للفيلم. اول حاجه يا جماعه، الفيلم ده حرفيا نسخه طبق الاصل من فيلم قلب امه. انا حاسس ان هو حرفيا واخدين نفس القصه في اطار مختلف. يعني فيلم قلب امه كان موضوع ان هو بدله القلب بامه وكذا ومش عارف ايه. القصه بس من ظاهر مختلف، لكن نفس المواقف، نفس الطريقه، نفس حاجات كتير قوي. وده بصراحه مش اكتر حاجه انا حبيتها. يعني حاسس ان كان يعني الموجه الاعلاميه او الموجه التسويقيه الكبيره دي، كنت عايز اتفرج على حاجه مختلفه. تمام، ده ما يدلش ان الفيلم وحش، لا الفيلم حلو وفي مواقف كوميديه كتير كويسه، كتير جدا كويسه، وضحكتني حرفيا من قلبي وضحكت كل الناس اللي كانوا في السينما. بس الفكرة إن أنا حسيت إن ده تقليد شوية، فدي حاجة ما حبيتهاش. مصطفى غريب يا جماعة موهبة فذة، بجد مصطفى غريب هو اللي إحنا كنا محتاجينه في السينما المصرية حرفيًا يا جماعة. حلو جدًا وتمثيله حلو، وأغلب الكوميديا طالعة يعني مش أغلب الكوميديا طبعًا، بس كوميديا كتير كويسة طالعة منه. الشخص ده أنا متوقع إن هو في خلال 3 أو 4 سنين هيكون إن شاء الله يعني طلعت زكريا الجديد. تمثيله حلو أوي وطريقته مختلفة وحلوة. هو وبمناسبة برضه عصام عمر باعشقه. مسلسل بالطو هو أكتر مسلسل ممكن أكون ضحكت فيه من فترة كبيرة أوي، فبرضه الاتنين دول حلوين أوي. وعلي صبحي، علي صبحي طلع من فترة في ولاد رزق، وطلع في الفيلم ده برضه بشخصية هولاكو، كان حلو جدًا وعجبني. يعني التمثيل في الفيلم كان كويس من ناس ومش أحسن حاجة من ناس. يعني محمد ممدوح التمثيل بتاعه كان كويس جدًا، بس في نفس الوقت يا جماعة أنا حاسس إن محمد ممدوح، وبرضه قولوا لي رأيكم في الكومنتات، بيضيّع موهبته أو الفترة اللي هو فيها دي في الأفلام الكوميدية. يعني عمل وِش في وِش مع أمينة خليل، الأفلام دي كلها جميلة وكوميدية وحلوة ولطيفة وlight، بس إحنا عايزين محمد ممدوح في حاجة زي تراب الماس، عايزينه يطلّع موهبته في أفلام تقيلة، مش أفلام مجرد أفلام كوميدية خفيفة، مش عايزه يتحصر في الحتة دي. وده بصراحة مضايقني شويتين الفترة الأخيرة، عشان نفسي يرجع محمد ممدوح بتاع جراند اوتيل وبتاع الافلام دي. يعني حتى فيلم اهل الكهف اللي احنا قلنا قبل ما ينزل ان هو هيكون فيلم تقيل وهكذا، طلع فيلم بايظ، فيلم وحش قوي. يعني يبقوا شوفوا برضو المراجعة بتاعته، عاملين مراجعة. ما عجبنيش تماما. يعني بناء الشخصيات في الفيلم على فكرة كان كويس جدا، وفهمنا اغلب الشخصيات في اول نص ساعة، وده المطلوب من الفصل الاولاني، ان انت تفهم الدوافع بتاعت الشخصيات، تفهم الاحداث عاملة ازاي، الجوكس كويسة. في حاجات أنت ما ضحّكتنيش أوي، وفي حاجات ضحّكتني شوية، تمام، دي كتير، يعني اللي هو ابتسمت فيها. وفي حاجات بقى المواقف اللي هي حرفيًا أنت بتموت فيها من الضحك برضه كانت كويسة. مش هاقول كانت كتير، هي كانت 6 أو 5 مرات، وده يعتبر كويس جدًا بالنسبة لفيلم مدته ساعتين، فدول يعتبروا كويسين. وفي مشهد زي ما قُلت في المراجعة ضحّكني 5 دقايق متواصلين، وده كتير، اللي هو المشهد اللي شربه أبو هشام ماجد ومامته حشيش، ده كان مشهد حلو أوي وعجبني أوي. ومختلف، يعني ما أظنش أنا شُفته قبل كده. التصوير على فكرة في الفيلم كان حلو أوي. في المشهد بتاع الأكشن اللي حصل برضه في البيت ده، التصوير فيه كان خرافي، كان حلو أوي. ومشاهد الأكشن ذات نفسها معمولة بطريقة كويسة، ومضحكة، يعني كويسة كفيلم كوميدي، ومضحكة كفيلم كوميدي وكويسة أوي. ضيوف الشرف على عكس الأفلام الكتير في الفترة الأخيرة في السينما المصرية، ضيوف الشرف ليهم دور كويس وفعّال، ومش مجرد ظهور وخلاص، لأ، يعني أغلب الضحك أصلًا جاي منهم، فده حبيته. في الفيلم بصراحة حسيت إن هو طفولي شوية في أوله، يعني في أوله حاسس إن هو فيلم طفولي شوية، معمول أكتر للأطفال. يعني انطباعي عن الفيلم إن هو فيلم كويس، يعني فيلم كويس لايت كوميدي خفيف وهكذا. تقييمي ليه ممكن مثلًا 8 من 10 كفيلم كوميدي، وعجبني ما عجبنيش. بس لو الحلقة عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للchannel عشان يوصل لكم كل جديد باقدمه. أشوفكم على خير في حلقات كتير جدًا جاية، وسلام.